من صباح جميل. صباح الخير يا عالم. سأدع العالم يعرف كيف يكون النشاط في الاستيقاظ باكرا. صرت أصحى من نومي أقول اللي بيجي من الله حياه الله، أخذها بالهداوة، عيش حياتي ببطء، خفف زعل، خفف قلق على الدنيا، خفف خوف، واللي بيجي من الله حياه الله. اختلفت نفسيتي 180 درجة، فرق مو طبيعي. الرفاه النفسي الحقيقي هو أني أربط الأمان بالله سبحانه وتعالى، لا أدور أماني من أحد، خليني متحرر من كل الأشخاص والناس، خل هدفي في الحياة أنا أعمر الأرض بس أسوي اللي علي، الواجب علي. ترى كنت جاي في هالدنيا رسالة، ترى ما أنت موجود عشان فلان ذا اللي أنت أشغلت عمرك فيه. ياه، كم أحب الصباح، كم أحب رائحة الإفطار الشهية، وكوب من القهوة الساخنة، وصوت زقزقة العصافير، وضوء الشمس داخل إلى منزلنا. ممتنة لهذا الشعور وجدا. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. اهو زي ما انتوا طلبتوا مني ما بقتش اتاخر عليكم خالص. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. واهلا بيكم في يوم جديد وروتين جديد من روتينات نونا. وروتين النهارده خفيف ولطيف ولذيذ، وفي حاجات كتير قوي حلوه هتحبوها ان شاء الله. الساعه الان 1 صباحا بتوقيت القاهره، يوم 21 فبراير 2026. وطبعا كل واحد مننا بيتسحر في وقت مختلف. قمت عشان اجهز السحور، بس بصراحه حبينا ان احنا يعني نتسحر حاجه مختلفه وفي نفس الوقت تكون خفيفه كده وحلوه. فما لقيتش اسهل من اني اعمل صينيه كيكه كده على السريع مع كوبايه لبن جنبها، او مثلا لو حد حابب ان هو يشرب القهوه بتاعته او النسكافيه، فهتبقى يعني حاجه كده لذيذه ومختلفه عن السحور التقليدي بتاع كل يوم. جبت الخلاط، هنعملها كلها اللي هي الكيكه اليوميه العاديه في الخلاط. حطيت فيه 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، ونزلت عليه كمان بكوبايه ممسوحه كده من السكر، وكيسين من الفانيليا، وضربتهم كويس جدا في الخلاط. واثناء ما هما بيضربوا في الخلاط بدات ان انا انزل عليهم بكوبايه الا ربع من الزيت، اي نوع زيت انتوا بتستخدموه عادي. لما بقى سائل معانا كده وحجم البيض تضاعف، جبت بوله ونزلت فيها بقى بالمكونات السائله دي، وبعدين زودت كوبايتين من الدقيق. وخلوا بالكم، الكوبايه اللي هتعايروا بيها الزيت هي اللي تعايروا بيها السكر، هي اللي تعايروا بيها الدقيق، هي اللي تعايروا بيها اللبن. وحطيت عليها كمان كيس الا ربع من البيكنج باودر وكوبايه من اللبن، وبدات ان انا اقلب الكلام ده كله كويس جدا مع بعضه. ويفضل ان انا بضيف اللبن في الاخر، واللبن يكون مغلي، ده بيخلي الكيكه تطلع معانا هشه واسفنجيه، وبجد عامله زي النايتي اللي بنشتريه من المحلات، وطعمها بيبقى حلو جدا. صينيه بطنتها بزيت وشويه من الدقيق، لازم نبطنها كويس جدا ونشيل اي دقيق زياده في الصينيه. وبروح جايه بقى صب الخليط بتاعي، وبجيب خله او معلقه رفيعه، وببدا ان انا امشي فيها كده زي الزجزاج، بحيث اطلع كل الفراغات والهواء اللي في الفواصل بين الكيك. وبخبط الصينيه كده خبطتين 3 برضو علشان اتاكد ان هي اتساوت ما فيهاش اي فراغات. بدخلها فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 200 اول 10 دقايق، بعدين بهدي عليها النار ل 180 وبسيبها بقى. وطبعا انا يعني بتابعها بايد اللمبه بتاعه الفرن، وبتابعها بعد مثلا ربع ساعه تلت ساعه بتطلع معايا بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. انا كان نفسي اصور لكم الصينيه اول ما طلعتها من الفرن، بس بصراحه يعني بصوا جم كده جنبي خطفوها، طالعه معانا هشه فاتحه، الكيكه مش مغمقه معانا ولا اي حاجه خالص، وطالعه معانا بجد طعمها كان حلو قوي قوي قوي. عملت الطبق ده وعملت طبق تاني، لان انا اخر واحده تقريبا اتسحرت، فهم كل واحد عمل كوبايه شاي، وطبعا خطفوا الطبق التاني من جنبي وراحوا هم يتسحروا ويكملوا المسلسل اللي كانوا بيسمعوه. وقفت انا بقى في المطبخ اكمل اعمل كده كوبايه نسكافيه، واستغل الفرصه ان انا غاليه لبن، لان انا بصراحه اللبن بيبقى عندي في الفريزر، بس ببقى مكسله بقى اقول لسه هطلعه واسيبه يفك وبعد كده اغليه. فانتهزتها فرصه وعملت لي كده كوبايه نسكافيه باللبن، يعني عشان نقدر نكمل بيها يومنا ونظبط بيها دماغنا. وبجد جربوا طريقه الكيكه دي، وانا متاكده ان هي تعجبكم وعمرها ما هتفشل منكم نهائي نهائي. اهم حاجه بس يعني امشوا على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي، وهتعملوا احلى صينيه كيك في حياتكم. وتقدروا لو عايزين تعملوا كميه اكبر تضاعفوا المقادير زي ما انتوا حابين. اتسحرنا الحمد لله. قلت لهم بقى
كنت لسه احمد كل يوم يوعدني ان هو هيركب لي الزينه لحد ما وصلنا 3 رمضان، وهو ما عمليش الزينه. انتهزتها فرصه بصراحه، وجبت بقى كل الزينه اللي انا كنت شارياها السنه دي والسنه اللي فاتت، وقلت بقى لازم ان انا هركبها، لان انا متعوده ان انا كل سنه بركب الزينه، يعني بحس كده باجواء حلوه. اكتر حاجه غلبتنا واخدت مننا وقت يعتبر هي كانت ستاره النور دي. بصراحه فكرت ان انا اغير مكانها واحطها مثلا الحيطه بتاعه التلفزيون، او احطها الحيطه اللي فوق الركنه، ولكن حسيت ان يعني احسن مكان ليها هي على الستاره. حسيتها مناسبة اكتر، فكانوا بيحاولوا يظبطوها على قد ما يقدروا ويرفعوها، علشان خاطر طبعا الاستاذ زين زنزونة كان لو طالها بيقعد يشد في النجمة او يشد في الهلال، فكنا خايفين عليه لا يتكهرب او بعد الشر يعني يشدها جامد فيحصل اي حاجة. خلصنا ستارة النور، جبت بقى الزينة التانية اللي هي بتبقى الفروع. في الفروع اللي هي بتبقى موجود اشكال رمضانية الخيامية دي اللي احنا عارفينها العادية، بس انا حبيت الفروع اللي مرسوم عليها شخصيات كرتونية، حسيتها تبقى مناسبة اكتر علشان خاطر زين. يعني لما يكون في اطفال موجودين في البيت بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل حاجة تفرحهم. خلصنا بقى تعليق الزينة وصلينا ونمنا، وصحيت الساعة 10 الصبح. كنت مقررة ان انا عايزة انضف الاوضة بتاعة النوم بتاعتي واغير الملايات. الملاية زي ما احنا متعودين في الشتاء بغيرها مرة في الاسبوع، لكن في الصيف من مرتين ل3. المهم الملاية دي اساسا كنت مغيرة يعني مركباها جديد بقالي 3 ايام بالظبط، ولكن زين كل عليها سمبوسة فبهدل الدنيا عليها خالص. حسيت ان هي ما ينفعش تقعد ثانية واحدة على السرير. بدأت افك كده الاكياس الصغيرة وبعدين كيس المخدة الكبير، وطلعت طقم تاني جديد علشان افرشه مكان اللي انا هشيله. طبعا طالما غيرنا ملايات يبقى هنغسل الغسيل في نفس اليوم. كان في كذا حد منكم سألني يعني قالولي انت ازاي بتمشي يومك في رمضان، يعني الناس اللي هي عندها اطفال في نفس عمري زين كده او مثلا اطفال اصغر، بتمشي يومك ازاي في رمضان ما بين مثلا الصلاة وما بين ان انت تعملي لهم الاكل وما بين شغل البيت. فحاسين ان هي حيرة كبيرة بصراحة، ولكن هو السر كله ازاي اقسم يومي صح، او ابدأ يومي مثلا من الساعة كام، او المفروض ابقى عارفة المهام اللي انا المفروض هعملها في يومي. فالكلام ده كله بيسهل عليا جدا. طبعا كنت دايما بقول ان التفريزات بتاعة الشهر او اللي بنعملها قبل رمضان بحوالي اسبوع او يومين ل3 ايام بتسهل عليا كتير في موضوع الاكل. يعني بطلع مثلا الفراخ متبلة جاهزة يدوب بسيبها تفك، اللحمة طالعة برضو متبلة جاهزة لو هنعملها شاورما او هنعملها اي حاجة تانية غير المسلوقة. فالحاجات دي كلها بتوفر عليا وقت بصراحة ومجهود كتير قوي. برضو لو انت مش عاملة التفريزات دي ممكن تبقي مثلا من بالليل مقررة انا هعمل لهم بكرة غدا كذا، لو الحاجة محتاجة ان هي تطلع بقى علشان تفك والحق اتبلها فبطلعها من بالليل، بطلعها مثلا من بعد اذان المغرب بحيث تفك، وعلى السحور اكون تبلتها وشلتها في التلاجة جاهزة متبلة. فبرضو الحاجات دي كلها هتسهل عليكم وقت كبير قوي. يعني مصحاش من نومي كده احس ان انا تايهة ومش مرتبة اي حاجة، اللي هو لسه هقعد استريح. طب انا ممكن اصحى متأخر، ممكن اصحى الساعة 10، ممكن اصحى الساعة 11، لسه بقى هفكر اعمل لهم ايه، وعلى مثلا ما اطلع الحاجة تفك من الفريزر او افكر هكون ضيعت وقت كبير قوي وهيكون اليوم خلاص يعتبر ضاع منك. فرشت بقى الملاية الجديدة وبعدين حطيت اللحاف، وانا بصراحة من ساعة ما الجو بدأ ان هو يحرر وانا رفعت كل البطاطين على الدولاب وبنستكفي باللحاف. اديت بقى الكومودينو والازاز والتسريحه والحاجات دي كلها تلميعه خفيفه كده، ورجعت حطيت المفارش تاني. وطبعا اول حاجه عملتها ان انا فتحت الشبابيك علشان هوا الاوضه يتجدد، وخدت الملايات وكان عندي كده شويه غسيل صغننين فقلت اغسل كله بالمره، يعني شويه لبس كده خفاف. شغلت بقى عليهم الغسالة، حطيت المسحوق وشغلت عليهم الغسالة الدورة الكاملة اللي هي بتكون ساعة، وسبتها تشتغل مع نفسها. ورجعت انا بقى على الأوضة علشان اكنسها. هي كانت نظيفة بس يعتبر كان فيها زي هبو تراب او فتافيت اكل كده، فقلت هعملها بالمكنسة الكهربائية، مش مستاهلة ان انا اشيل الفرش انفضه وارجع افرشه تاني. جبت المكنسة وبدأت كده ان انا اعمل اول حافظة او اول سجادة عند الشباك، وبفكر بقى ان انا ان شاء الله يعني اجيب السجادة التانية تكون زي الكبيرة دي، بحيث فرش الأوضة كله او سجاد الأوضة كله يبقى نفس الحاجة. مش حابة ان انا افرش يعني
ديزاينين مختلفين او الوان مختلفة في الاوضة. خلصت الاوضة وبعد ما اتشمست كده واتهوت رحت جايه بقى شد الستاير بتاعتي وكده خلصت اوضة النوم كلها الحمد لله. خرجت بقى على الريسبشن، كان متبهدل، مش بهدله جامده قوي، هو بس مجرد كان عايز يترتب، لان مكان الرجلين واحنا طالعين على الركن عشان نعلق الزينه هو ده بس اللي يعتبر كان متبهدل. رتبت البيضات فرشتها تاني مكانها كويس بعد ما نفضتها، وبعدين حطيت الكوشنات برضو كل كوشن كده في مكانه، والسفرة رتبتها ونفضتها كويس جدا من اي حاجة كانت موجودة عليها. بعد ما رتبت كل حاجة في مكانها جبت برضو المكنسة الكهربائية ومشيت كده على كل السجاد اللي موجود، ويبقى كده خلاص خلصت كل التنظيفات اللي محتاجة انضفها. وندخل بقى على فقرة الغدا، والنهاردة هنعمل مع بعض احسن صينية لحوم وكبد مشكلة زي اللي بتتباع في السيدة زينب اللي بيسموها السمين او حلويات المذبح، بطريقة سهلة وبسيطة وفي البيت، ومش هتكلفنا كتير خالص، هتبقى طبعا انضف واوفر من بره بكتير. وطبعا الاكلة دي لازم جنبها كده شوية سلطات وشوية حاجات حلوة، فهعمل معاكم الاكلة كاملة متكاملة بكل الحاجات اللي بتتباع معاها. نعمل اول حاجة السلطة او الويسك الحلال زي ما بيسموه، اللي هي مية السلطة. يبقى عندي خضار، طماطم، بقطع الطماطم كده مكعبات بس مكعبات كبيرة شوية، كمان خيار، فلفل حامي وبارد، بصل بقطعه جوليان، وفصين كده من الثوم بهرسهم ناعم كويس جدا. طريقة تقطيع الخيار انا بقطعها زي المطاعم، يعني ما بيقطعوها، بيجيبوا الخيارية كده وبيشقوها من النص ويبدأوا يعملوها يعني يقطعوها بميل او زي الزجزاج، بيبقى شكلها حلو قوي في السلطة احسن من التقطيع العادية. فانا حبيت اعمل حاجة، يعني اعمل اكل النهاردة او فطار النهاردة كأنه جاي من احسن مطعم بالظبط. قطعت كمان فلفل اخضر طويل اللي هو ده بيكون حامي، وقطعت كمان فلفل رومي، والبصلايه طبعا لا غنى عنها. الناس اللي ما بتحبش البصل في السلطه فاحب اقول لكم ان ما ينفعش الوصفه دي من غير بصل، لان البصل بيطعم ميه السلطه يعني كتير جدا. زي ما احنا كده بناخد ميه البصل ونحطها بقى في التتبيلات المشويه سواء فراخ سواء كفته سواء لحمه، فبرضو البصل هنا حاجه مهمه جدا. قطعت البصل كده يعني شرايح رفيعه، والثوم برضو قطعته فرمته ناعم، ممكن تدقوه في الهون، ممكن تبشروه على المبشره الصغيره زي ما انتوا عايزين. نجيب بعد كده البوله الازاز اللي انا حطاها جنب دي او ايا كان هتعمله في ايه، وابدا ان احنا ننزل بكل الخضار اللي قطعناه في البوله. يبقى كده كل الخضار، ممكن بقى لو عايزين تزودوا فلفل الوان، لو عايزين تزودوا جزر مبشور، لو اي حاجه عايزين تزودوها زودوها براحتكم. بس انا زي ما قلت لكم بعملها زي العربيات بتاعه الشارع والمطاعم بتاعه السيده زينب. نزلت بكل كميه الخضار دي، وعايزه اقول لكم انه يفضل طبعا الميه السلطه دي تتعمل من قبلها بيوم، علشان يعني بصوا يعني زي ما بيقولوا كده تكون اتعتقت وكل حاجة شربت من التانية، يبقى طعمها احلى. طبعا في المطاعم بيعملوها وبيسيبوها باليومين والتلاتة وبيبقى طعمها بجد خطير. توابل سهلة قوي: معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وزيهم معلقة صغيرة من الملح. بس لا الملح يعتبر بنظبطه، اعتقد البولة دي اخدت معايا معلقة كبيرة من الملح مش معلقة صغيرة خالص، فعشان كده بقول لكم اعملوها من بالليل احسن. حطيت كمان معلقة صغيرة من البابريكا، وعصير ليمونية كاملة، طماطمايه بكون بشراها، وبعدين بحط خل برضو يعني ربع كوباية صغيرة او الفنجان اللي هو بتاع القهوة ده، وبس. هي دي كل التوابل، ما بزودش اي حاجة تانية. ببدأ بقى ان انا ازودها بالمية، كمية المية اللي انتوا عايزينها، وبدخلها التلاجة طبعا بعد ما بقعد اقلبهم كويس جدا لحد ما التوابل كلها تبدأ ان هي تدوب في قلب المية، تدخل التلاجة. ولو ما فيش وقت وعاملينها مثلا قبل الفطار او قبل الاكل بساعتين 3، فحطوا فيها مكعبات تلج عشان يبقى طعمها حلو زي بتاع بره. نحضر مع بعض الكفتة داوود باشا، لحمة مفرومة، الكمية يعني اقل من ربع كيلو لحمة مفرومة. زودت عليها بصلاية مقطعة مكعبات صغيرة قوي، ممكن برضو تبشروها، و يعني فرمت شوية من البقدونس، وزودت ملح وفلفل اسود وبهارات كفتة، ومعلقة من البقسماط، وبس. هي دي كانت كل التوابل. ببدأ ان انا ادهن ايدي كده بزيت وعجن العجينة بتاعت الكفتة كويس قوي، واكورها زي ما انا عايزة، الحجم برضو اللي انتوا عايزينه.
يعني بصوا انا كنت عامله حته لحمه مفرومه يعتبر صغيره قوي، عملت لي الكميه دي كلها. اخدت الطبق وحطيته في التلاجة علشان لازم اللحمه او الكفته تتشمع معايا حلوه قوي قبل ما انزلها على النار. الغساله كانت خلصت، فاخدت الغسيل وقلت اروح انشره، نشرت ورجعت تاني على المطبخ علشان اكمل باقي الفطار. الاكله دي اساسي جنبها طبعا سلطه الطحينه. هي كمان بعملها ازاي؟ معلقة كبيرة أو معلقتين كبار من الطحينة الخام، بنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الخل وعصير نص ليمونية، وبعدين ببدأ أقلبهم كويس جدا مع بعض، والمية بزودها بالتدريج وأقلب أقلب أقلب لحد ما أحصل على القوام اللي هو كريمي، مش تقيل ومش خفيف. وبزود بقى عليها معلقة صغيرة من توابل الكبدة الاسكندراني، اللي هي بتكون عبارة عن ايه؟ ليمون وخل وكمون وكزبرة وملح وفلفل اسود و فلفل اخضر، كل ده مطحونين كويس جدا مع بعض. باخد معلقه صغيره كده وبزودها على الطحينه، وما بزودش عليها اي حاجه تاني نهائي. وباقي التتبيله خدتها وحطيتها كده على الكبده. انا الكبده دايما لما باجي اشتريها بصراحه بتتعبني قوي في التقطيع، فبخلي الجزار يقطعها لي عصافيري، بقول له اسكندراني بس هما معروف عند الجزارين ان انا عايزه الكبده دي عصافيري، هي الاسكندراني. تبلتها وسبتها كده على جنب، وبعدين جبت بقى الاطباق الصغيره علشان ابدا اصب فيها الطحينه بقى جاهزه، وكانت كل حاجه فيها تمام ومظبوطه زي الفل. بزود بس عليها في الاخر كده زي يعني ربع معلقه صغيره من الزيت، مش اكتر من كده. وبعد ما بحطها في الاطباق بتاعه التقديم، بجيب معلقه صغيره من البابريكا، وببدا يعني البابريكا بتديها طعم بس الاكتر يعني علشان الشكل العام. طبعا السلطه بروح جايه مصفياها. انا السلطه دي كنت عاملاها من الصبح من بدري، من اول ما صحيت. وانا بعمل يعني بصفي منها الخضار، كانت الساعه خلاص 5:30، يعني فاضل ربع ساعه او ازيد من ربع ساعه بحاجات بسيطه على اذان المغرب. بروح جايه مصفيه كده الخضار وحط عليها شويه من البقدونس والكزبره والجرجير، وبيكون كده معايا طبق سلطه اخضر جاهز وحلو قوي. ميه السلطه بقى بنقدمها في كوبايات، تقدروا تقدموها في اطباق او في بولات صغيره او البولات بتاعه الشوربه، بس انا يعني بفضل ان هي تتقدم في كوبايات احسن. جبت كوبايتين ازاز وبدات ان انا اخد ميه السلطه. بصوا بقى بجد يعني كطعم وكلون وكشكل وككل حاجه ما تقدروش تفرقوها عن اللي بنشتريها من بره بالظبط، وبتعملي بكميه كبيره زي ما انت عايزه ومش بتكلفك كتير. انا طبعا في الاخر ضفت عليها برضو شويه من الخضره كده، شبت وبقدونس وكزبره زي ما عملت في الخضار. وبكده اكون خلصت قسم السلطات كله وكنت جايبه مخلل وكنت جايبه جرجير وكنت جايبه شيبسي، فالاكله ما كانش ناقصها اي حاجه. نبدا بقى نعمل الاكله المتينه بتاعتنا دي. وعلشان ناخد احسن صينيه لحوم مشكله زي اللي بنشتريها من بره، لازم يكون عندي ليا ضاني. حطيت شويه حلوين كده من الزيت، صينيه ألمونيا بقى، الألمونيا احسن حاجه للحاجات دي. وحطيت شويه حلوين من الزيت، وبعدين نزلت بالليا الضاني، ليا ضاني على ليا عجالي الاتنين مع بعض. بس الضاني طبعا ريحتها كانت خطيره. ونزلت بالسجق 10 دقايق، ونزلت باللحمه. قطعيه اللحمه تكون فيليتو او ستيك او بوفتيك، دي يعني دول اكتر 3 قطعيات يبقوا مناسبين للاكله دي علشان يستووا بسرعه. مجرد ما بيشموا النار بتلاقيهم استووا معاكي، ويعني عباره عن لحمه كده بجد بتبقى دايبه. بعدين بعد ال10 دقايق برضو 10 دقايق، وابدأ انزل كل حاجة بالترتيب كده. نزلت الكفتة وقلبتها كده، يعني بس تقلبوها بالراحة برضو على بس ما تتشمع من النار. هي الحمد لله زي ما انتم شايفين ما فكتش ولا حصل لها اي حاجة، بس احنا بنقول احتياطي علشان تفضل محافظة على حجمها، ما تتفككش مننا او يحصل لها اي حاجة. بعد 10 دقايق كمان ما نزلتش بقى الكبدة، لا نزلت البصل اللي انا مقطعاه جوليان، مقطعه 3 بصلات كده حلوين جوليان، والبصل والخضار الفلفل احمر واخضر، الحاجات دي اساسية. بعد برضو 10 دقايق نزلت الفلفل الاخضر والاحمر، ونقلب نقلب نقلب كويس جدا. واديت بقى رشة من الملح مع رشة من الفلفل الاسود مع رشة من الكزبرة، وقلبتهم تقليبه كده تمام. وبدات ان انا اوسع مكان للكبده. طبعا الحاجات دي كلها نزلت بقى، كله بيطعم من كله، واللي كمان ساحت، فكميه الدسم حلوه قوي، مش محتاجه ان انا احط زيت تاني علشان الكبده. كميه الكبده كنت حاسه ان هي كتير على الصينيه، فنزلت بنص الكميه كده. وبعدين بدات ان انا اقلبها زي ما بشوفهم كده بيعملوا في المطاعم، وسبتها بقى
5 دقايق بالظبط وبتكون الكبده استوت، لانه زي ما انتوا عارفين اكتر حاجه يعني ما بتاخدش وقت على النار خالص هي الكبده. قلبته كله كويس جدا كده خلطبيطه مع بعضه، وبعدين زودت كمان طماطم مقطعاها مكعبات صغير قوي، يعني كانوا حبيتين من الطماطم مش اكتر من كده. طماطم برضو حاجة اساسية في الوصفة دي، مينفعش ابدا ان احنا نستغنى عنها. وبقلب وبسيبهم بقى حوالي 10 دقايق كمان، وبكده بتكون الصينية جاهزة معايا. في الاخر بس بحط عليهم رشة من الخضرة زي اللي حطيناها على السلطة بالظبط، او لو ما تحبوش الخضرة عليها ممكن تحطوا جرجير فرمينه ناعم كويس قوي. سبت بقى الحاجات دي كلها والصينية تستوي مع بعضها، وجبت الصينية والعصاير علشان نجهز العصير، لان المغرب خلاص كان فاضل عليه بالظبط 3 دقايق ويأذن. كل واحد صبيت لكل واحد الحاجة اللي بيحبها، كان تمر وصوبيا ودوم. الدوم ده انا جربته ما حبيتوش خالص، مش عارفة الناس بتحبه على ايه بصراحة، هو والعرق سوس. وكمان حطيت التمر، وبكده صينية المشروبات تكون جاهزة. رصيت بقى سلطاتي كده على الرخامة وجرجيري ومخللي وكل حاجتي، وبدأت بقى جبت الطبق اللي انا هقدم فيه. وبصوا انا مش عايزه اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي بجد والله، بدون مبالغه الحاجه كانت ريحتها يعني احلى من مليون مصمت. انا متاكده لو جربتوها مش هتشتروها من بره تاني خالص، والكميه بتعملي ربع كيلو من كل حاجه، فمش مكلفه تماما زي اللي بنشتريها من بره. وشوفوا لي بقى الطبق المشكل بالحلويات والحاجات الحلوه دي، وعايزه تقولوا لي رايكم في التعليقات. وتسلم ايديك يا نونا بجد. انا في الاخر كده انا فضلت واقفه ابص على المنظر اللي انا عاملاه في الاخر كده، وبقيت منبهره، لان انا اول مره بصراحه اعمل صينيه سمين كده مشكله كذا حاجه مع بعض. انا كنت يعني كان ممكن مثلا اعمل سجق مع الكبده، كفته مع الكبده، يعني حاجتين مش اكتر من حاجتين. فالحمد لله طلعت احلى ما كنت اتخيل، وكل حاجه ظبطت معايا. وبكده الروتين يكون خلص، ويا رب يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في الروتين الجاي على خير.